اهلا وسهلا بكم اعزائي. شيخ احنا اليوم جيناك حتى تسولف لنا قصه بها عبره. خوش، بعد ما تموتون راح يدخلوكم بغرفه كلها بنات حلوه. ايه يعني هذا كلهن ليه؟ لا ذن بخدمتك بالبيت بس مو تتزوجين. اذا ما زوجتين من داخل الغرفه؟ لا تزعلون، راح يفتحوا لكم باب ثاني وهم تطبون وراح تلقون بنات احلى من ذنيك البنات يشقن شق. اقول لك شيخ، ذن النسوان الحلوات كلهن راح اتزوجن اني؟ لا ذن البنات خادمات بالبيت، راح يطببوك على باب ثالث ببنات تضربن بالجاه يشقن شق. اكيد شيخ هذين البنات راح نتزوجهن ونفض السالفه. لا ذن خادمات بالبيت، راح يفتحوا لك الباب الرابع يطلعوا لك بنات تقطع تموت، مو بنات شق. شيخ هذين اللي قلت عليهن يسوون هيجي نتزوجهن لو لا؟ لا ذن خادمات مال الملكه، قال لك تشوف ذاك الباب تروح تفتحه تلقى الملكه مالتنا بي جوه. مويه هذين الخدامات هيك حلوات، كان الملكه شلون؟ اقول لك هي من هي الملكه؟ تريد تعرف من هي الملكه؟ راح تروح انت تفتح الباب تطلع زوجتك بالارض نفسها. شيخ بروح على تقول هاي الروايه كذب. لا شنو كذب، هاي الروايه صحيحه. جنة وبيها سعديه الله لا يريد داريته، قوموا عينوني. انا ما خلصت من عدها بالدنيا تجيني بالاخره والكبر. سعديه الله لا يوفقك حتى في الجنه وراي. جد قلت